النهاردة بقى جاية لكم هنعمل أحلى طحينة في البيت، أحلى من بتاعة المصانع 100,000 مرة. بمقادير شايفينها على إيدينا، اقتصادية جدا وموفرة. ومش هنحتاج إن احنا نشتريها من بره تاني، طريقتها سهلة وبسيطة. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة العمل بتاعها، ونمشي عليها خطوة بخطوة عشان تطلع لنا حلوة زي دي. يلا بينا نشوف المقادير والطريقة في الفيديو. زي ما تعودنا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. عندي هنا ربع كيلو من السمسم المحمص، أو اللي هو الغامق الأحمر دوت، أو الأبيض اللي هو الني. وهنجهز طاسة أو صينية أو حاجة وهنحطهم فيها، نحطهم على النار بس إن احنا نطلع الرطوبة منهم. أنا هنا الربع كيلو كان ناقص ربع كوباية فزودتهم سوداني. فعايزة تعملي كوباية سمسم وكوباية سوداني، ماشي تمام مفيش مشكلة. الاتنين كلهم الكوبايتين كلهم سمسم، أي نوع مفيش مشكلة. كوباية ونص سمسم ونص كوباية سوداني، مش عايزة تحطي سوداني خالص، فأنا حطيت كملت الربع كوباية بسوداني، منها تكمل الربع كيلو أو تكمل الكوبايتين، ومنها تدي نكهة السوداني. أنا مجربة الطحينة بالسوداني، يعني أنا بحبها، فيها طعم سوداني بسيط مع السمسم أكتر من السمسم لوحده. فأنا الاتنين دول هحطهم على النار. اهي عندي الطاسة زي ما احنا شايفين اهو، الطاسة اهي تمام. هحطهم كده على النار، انا هاخدهم احطهم على النار، اقلبهم واطلع منهم الرطوبة، مش هحمصهم، يا دوبك اطلع منهم الرطوبة وبعد كده نرجع لهم تاني. انا خلاص كده وصل السمسم والسوداني ان هم سخنوا وطلعت الرطوبة منهم، فهبدأ ان انا اطحنهم على طول. بس قبل ما اطحنهم انا عندي كمان هنا كوباية ونص دقيق اهم زي ما احنا شايفين. هحطهم برضو في نفس الطاسة على نار هادية لغاية ما اطحن حبة السمسم دول بالسوداني، وعشان نطلع منهم برضو الرطوبة اللي في الدقيق. فانا هحطهم على نار هادية برضو في نفس الطاسة لغاية ما نطحن السمسم. زي ما احنا شايفين انا جبت المطحنة، بس انا عندي معلش المطحنة صغيرة قوي، فانا هبدأ اطحن فيها شوية بشوية صغيرين كده لغاية ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه مع بعض. وكل دوت انا مولعه النار على نار هاديه جدا على الدقيق، وبقلب فيه كل شويه. هنبدا نطحن مع بعض شويه بشويه. زي ما احنا شايفين يا حبيبي كده، هو يعتبر السمسم الطحن، بس احنا عايزينه يكون زي العجينة اكتر من كده. فممكن نساعد عشان يوصلنا للعجينة ديت بنقطتين 3 زيت كده او بنص معلقة زيت، ونبدأ نعيد طحنهم تاني. انا هنا حطيت كوبايه زيت، ودي هتبقى من ضمن المقادير تمام. فانا هبدا ان انا ازود على كل طحنه منها معلقه او 2 عشان تسهل عليا الطحن بسرعه، وتخليها لي زي العجينه شبه السايله كده تمام. انا جبت معلقه زيت من الكوبايه اللي هي من ضمن المقادير، وهحطها كده تسهل عليا. ادي انا حطيت معلقه تمام، وهحط حوالي معلقه تانية برضو مش مليانه اهي، احطها في المطحنه عشان تسهل وتسرع عليا ان انا اوصل للقوام المطلوب تمام كده. شايفين يا حبايبي كده السمسم بمعلقتين الزيت اهوت بقى سايل خالص، بقى عامل زي الطحينه، ممكن يستخدم كطحينه اهو من قبل ما نزود عليه بقيه المكونات، لان لسه في مكونات تانية هتضاف له. فاحنا ممكن بالحبه اللي هم بقوا سايلين دول مع الزيت، ممكن مع الحبة اللي سايلين دول مع الزيت نستغلهم ونزود عليهم سمسم بقى من اللي احنا محمصينه ده او مسخنينه، ونكمل عليه ونحط مع بدل معلقتين زيت معلقة واحدة. انا زودت عليهم حبة سمسم من اللي هو متسخن ده، وهطحنهم تاني. انا خلصت كده كل كمية السمسم زي ما احنا شايفين كده، ضربتها في المطحنة، وهنبدأ سوا نحطها في شفشق الخلاط ونبدأ نضيف عليها بقية الإضافات.
عندي بقية كوباية الزيت اللي انا كنت حطاها، خدت حوالي ربعها، فهحطها في الخلاط. تمام. وممكن هنحتاج زيت تاني بس هنشوف القوام. وهبدأ احط نص الخليط ده كده بتاع السمسم، او نحطه كله طالما فيه زيت هيساعد في ضربه. انا كده حطيت الخليط بتاع السمسم اللي احنا طحناه في المطحنه في قلب الخلاط، وهنضربه كام ضربه وبعدين نزود عليه الدقيق اللي هو احنا برضو طلعنا منه الرطوبه حبه بحبه. وبرضو هنحط احتياطي نص كوبايه زيت ونشوف هياخد اجمالي قد ايه. انا خدت حوالي ربع كوبايه في طحن السمسم، والكوبايه الا ربع اللي فاضله حطيتها في قلب الخلاط وهنضربهم سوا مع بعض. شايفين كده هنبدأ نضيف الدقيق شوية بشوية ونضرب ونشوف لو الخليط محتاج تقل أو محتاج الزيت هنزود شوية بشوية. أنا حطيت كده حوالي معلقتين دقيق وهبدأ أضرب تاني، هحط معلقتين دقيق كمان وهبدأ أضرب ولغاية ما أخلص الكمية كلها ونرجع مع بعض. انا هنا حطيت مقدار الدقيق كله بس حسيت ان الخلاط بدأ يتقل فكده هو عاوز زيت، فانا عندي نص كوبايه الزيت اللي احنا حطيناها دي غير الكوبايه اللي هي ربع منها مع السمسم في الطحن بتاعه في المطحنه، كوبايه الا ربع مع الخليط مع بعد ما السمسم اتطحن. تمام. والنص كوبايه هبدأ ازود منها حبه بحبه. انا هحط نصها كده وبعدين ارجع اضرب تاني لغايه ما نشوف القوام المطلوب. وما ننساش ان هي بعد ما بتبرد بتتقل. تمام. فانا هبدا اضرب تاني لغايه ما اوصل للقوام المطلوب. وما ننساش برضو ان احنا المفروض نحط برضو ذره ملح. تمام. ونبدا ان احنا نشغله تاني لغايه برضو ما نوصل للقوام المطلوب. وبكده وصلنا للقوام المطلوب، واتفقنا ان هي كل ما بتقعد وبتبرد عشان هي لسه سخنه بتتقل اكتر. فهنعبيها بقى مع بعض. الكوبايه ونص اللي هي النص، قصدي النص كوبايه التانية فضل منها دوت يعني اقل من ربعها بحاجه بسيطه كده. يبقى اجمالي الزيت اللي احنا خدناه حوالي كوبايه وربع زيت. حبايبي وكده اهو قوام الطحينه زي ما احنا شايفينه وصلنا لاحسن نتيجه واجمل نتيجه. طحينه بيتي اقتصاديه مغذيه، ضامنين كل المكونات اللي فيها، عاملينها على ايدينا. والكميه طبعا يعني متضاعفه عن اللي بنجيبها من بره زي ما احنا شايفينها كده. وزي ما قلنا طبعا دي النتيجة بتاعة الطحينة بتاعتنا. جميلة جدا. التزموا بالمقادير وبالتركات اللي بتتعمل في ان احنا بنخرج ال الرطوبة من السمسم والسوداني والدقيق، فعلشان تطلع لنا بالجمال دوت وعشان تطلع لنا زي ما احنا عايزين بنفس القوام ونفس الشكل ده. وتابعوا الخطوات خطوه بخطوه وهتطلع. انا عايزه اقول لكم بس ان العلبتين دول انا بشتري فيهم طحينه فعلا جاهزه، والعلبه من دي بتاخد حوالي 300 او 300 وشويه جرام. يعني احنا العلبتين ديت فوق النص كيلو بشويه. فكده وفرت لنا يعني بثمن العلبه الواحده انا عملت علبتين بنفس الوزن بتاعهم، بس طبعا احسن واضمن لكم زي دي واحسن كمان، ومش هتلجأوا لشراها تاني. موفره واقتصاديه. وليكي مطلق الحريه ان انت لو عايزه تزودي دقيق او ما تزوديش الدقيق دوت علشان بيحسن من قوامها برضو، وعلشان بيدي كميه اكبر وبتبقى طعمها برضو حلو وجميله وموفره جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد مع مسك وعمر. مع السلامه.